بس لو ملاحظين أنا ما حطيت المقطع الغنائي. اللي عرفته من اخواني العراقيين ان معنى جملة لا تتمادى نخبزك خبز العباس هو نوع من انواع التهديد، واللي معناها لا تزودها لا نسويك مثل خبز العباس اللي هو بهالطريقة، يعني عجنون عجن. ما ادري بعد، بس لو ملاحظين انا ما حطيت المقطع الغنائي، وراح اقول لكم ليش. بصراحة لان من وجهة نظري فان ادراج اسم صحابي جليل مثل ابو الفضل العباس او اي صحابي اخر غير لائق ان يكون في مقطع غنائي. طبعا انا مو قاعد احكم على نية صاحب المقطع، لاني اتوقع انه ما يقصد الاساءة للصحابي ابو الفضل العباس. يعني خلونا نقدم حسن النية. واللي عرفته بعد ان هالخبز بدأ من مدينة كربلاء ثم انتشر لبقية المدن العراقية، وهو في الاساس كان تنفيذ لنذر. يعني اذا وحدة نذرت نذر مثلا وتحقق هالنذر تقوم تسوي خبز العباس او شاي العباس وتوزعهم كنوع من انواع الوفاء لهالنذر. واختيار الخبز والشاي لأن تكلفتهم قليلة، فالعوائل البسيطة تقدر تطلع هالنذر من غير أي تكلفة كبيرة عليهم. والحين متى راح تذوقوني خبز العباس؟ وفي النهاية أحب أبارك للعراق الحبيب وشعبه العظيم باليوم الوطني. كل عام وعراقنا الحبيب في خير وأمان وسلام وازدهار. ربي يحفظكم.